النهاردة هنروح جولة بالأسعار في ايكيا علشان نتفرج على الدايننج روم. خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هنتفرج على دايننج روم او غرفة الطعام في ايكيا. زي ما احنا شايفين كده في كوليكشن من 4 كراسي او من 6 كراسي. حاجات بسيطة ممكن نستخدمها في شاليه الساحل مثلا، او في نستخدمها في شقة صغيرة. حاجات تستخدم في مساحات صغيرة، حاجات تستخدم في مساحات كبيرة. برضو ترابيزات اللي هي الكوفي تيبل او السايد تيبل برضو موجودة في ايكيا. التيبلز مقاسات مختلفة، التيبلز اللي بتكبر وبتصغر. برضو في حاجات مدورة. يعني دي كل الحاجات دي تنفع دايننج تيبل. لو انت مثلا هتجيب الدايننج تيبل لوحدها وتجيب الكراسي لوحدها. ممكن لو انت عايز توفر شوية وتجيب حاجة ما تبقاش سعرها غالي. طيب في برضو حاجة تانية هنتكلم عنها. الدايننج تيبل بقى كدايننج تيبل، يعني اللي طالع موضة دلوقتي في 2023 ايه. يعني احنا زي ما احنا شايفين كده اكتر حاجة طالعة الكراسي المبطنة، ان الكرسي كله مبطن بفابريك، بغض النظر عن نوع الفابريك ايه. برضو لو تاخدوا بالكو انه التيبلز مختلفة، يعني اما خشب او واخدة تكتشر ماربل. في ناس بتحط ماربل بس بتبقى تقيلة طبعا. برضو البراس طالع موضة جدا. زي ما احنا شايفين في الكنار داير ما يدور. الرجول ان هي تبقى حاجات سيمبل ورفيعة، حتى لو الظهر عالي، بس كل اللي احنا شايفينه الظهر مبطن. مفيش حاجة الظهر بتاعه مش مبطن. باختلاف بقى سواء انه الترابيزة تبقى خشب او ماربل، او ممكن كمان هنلاقي انه في ازاز. يعني برضو الازاز لسه موجود. بس هي الكراسي هي اللي دايما هناخد بالنا ان هي دايما مبطنة ورجولها رفيعة مش تخينة. حتى لو في حتت مفرغة زي ما انتوا شايفين، برضو هي مبطنة ستيل، ظهر وقاعدة. طبعا مدية شياكة جدا للمكان. الدولاب الفضية او الجزء الدولاب اللي معاه حاجات فيها indirect light خفيف تدي منظر حلو. او لو هي مصمتة وادراج وداخل فيها لونين. برضو ناخد بالنا ان دايما بقى محتاجة في الدايننج روم اني ابقى عندي بندنت كبيرة شكلها حلو. اتمنى اكون قدرت افيدكم الحلقة دي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم الحلقة الجاية والى اللقاء.